السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه يعني انا سعدت ان انا مقيم في ايطاليا. انا ايطالي، يعني كجنسيه ايطالي، بقالي 35 سنه عايش في ايطاليا. وطبعا اللي عايش في ايطاليا اكيد في جزء كده من حياته خاص بالكوره، بالكالتشو ايطاليانو. فانا عمري ما حبيت فريق الانتر. يعني ليه؟ لان انا بشجع يوفنتوس. يعني اصل يوفنتوس والانتر وميلان وسامدوريا واودينيزي وبتاع، كلها فرق في شمال ايطاليا، كلها فرق متنافسه بشكل فظيع. يوفنتوس موجود في تورينو، وتورينو هي مدينه الصناعه الايطاليه. يعني الفريق بتاع يوفنتوس ده ما هو الا نتاج مصانع. يعني عارف انت اللي هو ايه، نرفه على اخواتنا اللي شغالين في شركه فيات. شركه فيات فيها مثلا 50 60 الف عامل، فعملوا لهم نادي زمان. ولذلك هي الفريق زمان هي اسمها فيكيا سينيورا، السيده العجوز، السينيورا العجوز يعني. فكان يوفنتوس بالنسبه لي ده يعني حاجه كبيره، فاهم؟ وبرغم ان روما بعيده جدا عن تورينو، لكن تلاقي في روما مثلا في ناس كتير جدا بتشجع يوفنتوس. في ناس في صقليه تحت 1200 كيلو بينها وبين تورينو مثلا، ولا 1100 كيلو بينها وبين تورينو، بيشجعوا يوفنتوس عادي. صقليه عادي، مع ان في فريق باليرمو هناك قوي جدا، يعني قوي. والجميل في الموضوع ان انت عندك 18 فريق في ايطاليا. ال 18 فريق، اي فريق يقدر يغلب اي فريق. يعني مفيش حاجه اسمها مثلا اصل في فريق. يعني من فتره صغيره كان في فروزينوني، فريق صغير قوي 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 قوي، مدينه صغنونه قد كده. فروزينوني ده مش سهل تروح تلعبه. الملعب بتاعهم 12000 متفرج، مليان دايما على اخره، فاهم؟ مدينه صغيره حقيقي. يعني فروزينوني بص عليها على الخريطه، مدينه صغيره، يعني عدد سكانها لا يتعدى 300,000 حاجه زي كده يعني. عندها فريق كوره قوي غلس. ومش بقى عشان يوفنتوس هيروح يلعبهم فياخدوهم يلعبوهم في استاد برج العرب. لا 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 لا، بيلعبوا في فروزينوني. تكافؤ فرص تام يا كابتن. انت تيجي قواعد والقوانين واللوائح ولجنه الانضباط ما عندهاش 8/5 طلع القرار اما نشوف الدنيا فيها ايه. يا اخوانا احنا بعيد خالص، ولذلك احنا لما بعدنا قوي يعني حتى واحنا بنحاول نساعد الاهلي، اقوى فريق في مصر واقوى فريق في افريقيا، ضرناه. ليه؟ لان اللوائح الغير متكافئه. ان انا مثلا غزل المحله وبلديه المحله ليهم قوانين، والاهلي العظيم ليه قانون، والزمالك اقل تكه فالاسماعيلي مش مشكله. لا لا لا، الكلام ده هبل، الكلام ده هبل. يستثنى منه في افريقيا كلها المغرب. يعني المغرب شغاله اكاديميه محمد السادس، شغالين بينتجوا لعيبه، فاهم؟ بيغرقوا اوروبا لعيبه. فالمستقبل عندهم مستقبل ايه؟ هم رابع عالم. يعني هم رابع عالم. احنا كابتن حسام حسن اللي هو دخل الكوره، يعني دخل التدريب، هو لعيب كوره كبير، يعني دخل التدريب غلط. مش عايز يلعب منتخب ليه؟ عارف اي منتخب قوي في افريقيا هيدينا على وشنا. ده زي الاهلي ساب لعيبته تروح تلعب في المنتخب اصلا. ليه؟ احنا عندنا في الكوره الاهلي قبل اي حد. هي فكره. يعني مثلا ايه، انت لما تحسبها الناس اللي شغاله على المبدا ده عندها فكره، هتقول لك على الاقل الاهلي مثلا بياخد 10 بطولات في افريقيا، الاهلي بيساعدنا كاسما لمصر انه طالع. بس مش واخدين بالهم من حاجه، ان دي هتبقى فتره مؤقته. ليه؟ لانه ارتفاع فريق معناها انحدار كوره. انا عارف ان الكلام ده مش هيعجب ناس كتير، خصوصا الدكتور شريف. الدكتور شريف راجل انا والله العظيم بحبه قوي. هو اهلاوي بس شويه، عمري ما كتبتها في التعليقات لاني بحترمه قوي. هو شويه اهلاوي يعني اكتر من اللزوم. يعني عادي طبعا طبعا حضرتك على الراس والله. وانا متفهم كلامك. يعني حتى عن مرتضى منصور امبارح حضرتك بس انا لما اتكلمت عن مرتضى منصور انا بعمل مقارنه بينه وبين الاداره اللي موجوده.
يعني انا ما اتمناش، بس انا اتمنى ان كابتن سياده المستشار مرتضى منصور ما يكونش بالحده دي في لسانا، يعني يكون بنفس القوه كرئيس نادي، بس مش بالحده دي بس. يعني قال احنا بعدنا قوي على الموضوع. انتر ميلان وبرشلونه قدموا لنا مباراتين 210 دقيقه خلاصه الكوره. يعني بص، هو يعني كوره، هي دي الكوره. طب واللي عندنا ولا ليه لازمه ولا نعرف عنه حاجه. ولذلك انا دايما كنت اقول لاخواتنا الاهلاويه وبالتبعيه طبعا الزملكاويه، يعني احنا مثلا لو احنا هنروح كاس العالم، لو انا عشان ما اتكلمش على الاهلي، الزمالك هيروح كاس العالم للانديه، هيروح يعمل ايه؟ هيروح يعمل ايه؟ يا اخوانا الكوره اللي عندنا احنا بنسميها كوره، دي مش الكوره اصلا، دي حاجه احنا اخترعناها. فاهم؟ دي حاجه انت عندك لعيب دونجا، هيروح يعمل ايه ليه؟ فاهم؟ مصطفى شلبي اللي بتجيله الكوره مش عارف اذا كان هيجري قدام ولا يرجع لورا ولا يبصيها، هو مش عارف هو ليه. هي بص ايه، حسب التساهيل. فاهم؟ فرق بتلعب من غير وينج يمين ووينج شمال، وفرق بتلعب من غير قلب هجوم، وفرق ما فيش كوره. يعني يا اخوانا انا خلاص الكلام عايز اقول ايه، ان مثلا النادي الاهلي مره كده واحد حبيبي قال لي ايه، احنا بس نغلب ريال مدريد نبقى احسن فريق في العالم. يا ابني انت بتنط جامد قوي، انت بتروح يعني، انت بتروح حته ثانيه. انا عندي استعداد افهم ان الاهلي لاعب ريال مدريد في نفس ظروف مباراه انتر وبرشلونه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه في نفس ظروف؟ يعني ريال مدريد يستشعر الخطر فهيلاعب الاهلي، اقسم بالله هتبقى فوره مش كوره. يعني ممكن ريال مدريد، ممكن برشلونه، ممكن انتر ميلان، ممكن اتلانتا، ممكن يوفنتوس، ممكن فرقه روما، ممكن فرقه لاسيو تغلب الاهلي 35. وانا مش الاهلي، الزمالك، عشان ما تبقاش فيها حساسيه. 35 40 يعني يسنطروا وجون، يسنطروا وجون. صدق او لا تصدق، لان احنا ما بنلعبش كوره. فاهم؟ فالفرق بيننا وبين الكوره في اوروبا، لا موضوع مش بن شرقي وزيزو وبتاع. يعني دي ناس اصلا خلاص يا اخوانا، دي ناس يعني ما بقاش عندها الكوره بالنسبه لها. يعني زيزو كل اللي في دماغه ال 100 مليون وال 50 مليون وال 70 مليون وال 90 مليون، بس هو كلاعب كوره، كلاعب كوره هتقول لك اصل زيزو يا عم لا، هو في الزمالك قعد سنه يحنكش ما بيلعبش كوره، ما بيلعبش كوره. فاللي فاكر ان الاهلي كاحسن فريق في افريقيا، الاهلي احسن فريق في افريقيا، الاهلي احسن فريق في افريقيا، مستواه لا يرتقي ان هو يلعب مع الناس دي، مش انه يعني ينافسهم وياخد منهم بطوله واصل احنا هنجيب مش عارف بن رمضان وبن شوقي وبن فكري وبن عزيزه وبن تلميذه. مفيش يا اخوانا، جيب اللي تجيبه. هي الناس دي اصلا لو مستواها يلعب الناس دي هيجي لك ليه اصلا؟ يعني واحد مثلا ممكن يلعب في فرقه كومو الايطاليه، او يلعب في فروزينوني، او يلعب في بياشنسا، فرق انا بقول لك فرق اللي هي 16 17 18، او فرق في الدرجه الاولى. هو لو يقدر يلعب في الدرجه الاولى يجي الاهلي ليه؟ هنهرج؟ حتى فلوس يا اخوانا. انا اقول لكم حاجه بس، فرقه روما خدت محمد صلاح من فيورنتينا برقم كبير 18 مليون يورو. قعد عندها سنه، عمل معاه اللي ما اتعملش، باعته لليفربول ب 42 مليون. ليفربول النهارده عشان يبيع محمد صلاح يعني ثمن الهرم عندنا. كرة صناعه كبيره، واحنا بنتخطى المراحل. احنا مش عايزين نفهم الا التعصب الاعمى. اتحاد كوره ما يعرفش يدير كشك سجاير، هو بيدير الكوره. فاهم؟ مجالس ادارات في انديه شغاله بنظام الكيد، اديله زيزو اديله، مش كوره. ما عندناش يا اخوانا ناس محترفه تدير هذا المجال. مجلس اداره الزمالك يعني حدث ولا حرج، يعني حدث ولا حرج، بقول لهم يفتحوا محل كشري يعني عادي، يعني مش حاجه. ف
انتر وبرشلونه قدموا لنا مباراتين، هم دول الستاندر عشان تتكلم عن كرة قدم، دول الستاندر عشان تتكلم عن كرة قدم، ومش غريبة على الكرة في أوروبا لأنها كرة مبنية على مدارس بتاخد طفل عنده 7 سنين، ابني وابنك وخالتك وعندها ابنها. هنا في إيطاليا لو الواد بيفهم كورة 10% هيروح مدرسة هيتعلم هيبقى عنده 60 و70%، على الأقل ممكن يلعب في درجة أولى درجة تانية، أو يقولوا له يا ابني مالكش في الكورة ما تشغلش بالك بالكورة، العب حاجة تانية، ده مش ازدراء، العب باسكت، العب تنس، العب أي حاجة. المهم إن هو هيعرف كويس قوي أنت إيه في الكورة. صباح الفل.